خلال اللقاء الذي جمع الملك محمد السادس والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، تمت مناقشة العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وأبرز النقاط التي وردت في التقارير الرسمية هي: تعزيز التعاون الثنائي، الاتفاق على إطلاق مشاريع مشتركة تشمل قطاعات البنية التحتية والطاقة، التركيز على التكامل الاقتصادي عبر تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي. تم تسليط الضوء على أهمية هذا المشروع الاستراتيجي في توفير إمدادات الطاقة للدول الإفريقية وتعزيز مكانة المنطقة كمصدر للطاقة العالمية. اللجنة العليا المشتركة، قرار بإعادة تفعيل اللجنة العليا المشتركة بين المغرب وموريتانيا لتعزيز التعاون في مجالات الأمن، التعليم، والزراعة، مع وضع خطة عمل مشتركة للفترة المقبلة. القضايا الإقليمية، تبادل وجهات النظر حول الوضع في منطقة الساحل والصحراء، مع التأكيد على ضرورة التعاون لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية. التنسيق بخصوص المبادرات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية. الجانب الإنساني، زيارة الرئيس ولد الغزواني للمغرب جاءت أيضا في سياق متابعة الوضع الصحي لحرمه، ما يعكس الأجواء الودية التي تميز العلاقة بين البلدين.